اللهم ارحم أبي وعوضه عن كل ألم أصابه في الدنيا بالجنة. اللهم اجعل المسك ترابه والحرير فراشه والسندس لباسه واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجمعني به في جنات الفردوس يا رب العالمين. اللهم ارحمه بقدر شوقنا له وارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من أهل فلسطين على الصهاينة المجرمين. اللهم لا ترفع للصهاينة راية. اللهم أرنا فيهم آية. قولوا آمين. مرحبا بكم مجددا من مطبخ وصفات سهلة مع رندوش. اليوم جيتكم بزوج وصفات بخليط واحد، يعني تقريبا ربع صدر من الدجاج راح نحضر به زوج وصفات. راح نحضروا به طاجين الجبن ونحضروا به هاد لي كورني المقرمشين بواحد الحشو من اروع ما يكون، يعني حشو فريد. رايحين نحضروا به زوج اطباق كما راكم تشاهدوا. حبيت نشارك معكم هذه الفكرة لنهار اليوم. إذا عجبكم الفيديو والأطباق اللي حضرتها ما عليكم غير تخليوا لي جيم الفيديو فضلا وليس أمرا، وبارطاجيو الوصفة مع الأحباب والأصحاب باش تعم الفائدة. وإذا عدتي ماكيش مشتركة حبيبتي نقولك غير اشتركي هكذا به ما تراطيش الوصفات اللي راني نحط فيهم. بسم الله نبداو على بركة الله. اول حاجه اللي راح نسبق بها هي لاصوص اللي راح نرافقها مع طاجين الجبن، يعني تقدروا حتى تستغناو على هذا لاصوص وتقدموه مباشره، ولا تعملوا صوص فروماج بالكريمه السائله ولي شامبينيون. طبعا هنايا لاصوص على حساب الرغبه تاعكم وكيفاش حابين تقدموها. انا حبيت نشارككم في طنجره حطيت ملعقه من المارغرين صغيره، زوج ملاعق من الزيت، حطيت معاهم لي كركاس مخليتهم سبيسيال باش نبنن بهم لي صوص. هذا مكان اذا عدد الافراد الاسره تاعك كبيره تقدري تزكي الطبق تاعك بكويس كامل، من بعد حتحمريه وتزيدي تشبحي به الطبق في الاخير. عندي لي كركاس قليتهم مليح، راح قلي معاهم ثاني حبات من لي شامبينيون، ما حبيتش نقسمه الى شرائح لانه من بعد راح نصفي المرق. بعد ما نصفي المرق راح نقسم لي شامبينيون تاعي ونقدمهم مع لاصوص، نقليهم جيدا هكذا باش يجيوني بنان من بعد ويطلقوا لي البنه في لاصوص ثاني. ومن بعد حين نجيبوا تقريبا نصف حبه من البصل راح نسكرفجها تكون حجم صغير ولا حجم متوسط. من بعد حنضيفها نقليوها مليح مليح به نوليو نضيفوا التوابل. عندي رشه من الفلفل الاسود، وعندي رشه من الزنجبيل، ورشه من الثوم بودره، وشويه تاع كزبر. وفي الاخير تقدروا تضيفوا رشه تاع كمون هكذا باش تمدلكم البنه. هنا بالنسبه للتوابل اختياريه، يعني كل وحده تقدر حتى تحضر بالمرق اللي راهي معتمداته وتقدم هذيك الطاجين الجبن مع لاصوص اللي راهي حابتها. كما راكم تشوفوا شويه زنجبيل، شويه ثوم بودره، شويه كزبر. وهنايا عندي قطعه من الجامبو. لما نضيفوا الجامبو راح نستغناو على الملح نهائيا لانه الجامبو راه مالح. واكيد اللي ما تحبش الجامبو اكيد راح تعوضوا بالملح عادي، تملح حسب الرغبه تاعها. راح نزيدو نقليو جيدا. من بعد هنايا باش نتحصلوا على هذيك لاصوص اللي تكون خاطره وتكون ملبيه الله الله، راح نجيبوا ملعقه صغيره من الفرينه ونزيدو نقليوها مليح مع هذوك المكونات. ومن بعد راح نمرقوا بماء يكون دافي ولا سخون. هنا ما تنساوش ثاني وريقه تاع الرند هكذا بلاصوص تاعكم تجي بنينه. اذا حبيتوا تستغناو عليه لكم الرغبه. هنا ما نكثروش المرق بزاف لانه نحتاجوا غير كميه قليله من لاصوص باش نشبحوا بها الطبق هذا مكان. هنا خلاص اللاصوص تاعي راهي واجده، راح نخليها ونقص عليها ونخليها طيب على اقل من مهلها. كما راكم تشوفوا هنايا جبت نصف ولا اقل من نصف صدر من الدجاج، يعني ربع صدر يكون حجم كبير. يعني تقدروا حتى تروحوا النص صدر تاع الدجاج اذا حبيتوا كميه مليحه من هذوك لي كورني اللي شفتوهم في بدايه الفيديو. راح نرحي هذاك صدر تاع الدجاج في العشوار. ومن بعد هنايا راح نجيبوا نصف حبه بصل حجم متوسط ولا حجم كبير لكم الرغبه. البصل راح نزكيو به. من المستحسن انه البصل راح نقليوه مليح مليح وحده به راح نضيفوا له الدجاج وتضيفوا له زيتون مقطع يكون رقيق بزاف، وراح نضيفوا له كميه من المعدنوس وراح نزيدوا تقليوهم جيدا مع بعضهم. هنا من المستحسن انكم تقليو البصله تاعكم هي الاولى، كي تشوفوها باللي ذبالت به راح نضيفوا المكونات الاخرى، يعني الدجاج الزيتون اللي كنتو رنختوه في الماء والفارينه. ومن بعد راح نتغليوه غليه في الماء يعني فوق النار، وراح نتعاملوا له شويه تاع السكر وشويه تاع قارص هكذا باش ما يتغيرش اللون تاعو. راح نتقطعوه الى قطع تكون صغيره جدا. هنا بالنسبه للتوابل اختيار، يعني كل وحده تعمل واش حبت. انا هنا عملت رشه فلفل اسود، رشه ثوم بودره، رشه من الزنجبيل، رشه من البصل بودره، اختياري تقدروا تستغناو عليه.
ما نكثروش التوابل بزاف. وهنايا عندي توابل الدجاج المشكله كما راكم تشاهدوا ملعقه صغيره، يعني كلش نعملوا شوي بصح توابل الدجاج نعملوا ملعقه صغيره هكذا به الدجاج تاعنا يجينا بنين. تقدروا تعملوا حتى الكوري يعني حسب الموجود عندكم، يعني اي توابل تاع دجاج. هنا راح نحط القليل من الخردل او الموطارد، وراح نضيف له شويه تاع هريسه، طبعا اختياري تقدروا تستغناو عليها. انا راح نقلي المكونات كامل مع بعضها مليح. وكما قلت لكم في البدايه ماذا بكم انكم تقليوا البصل هو الاول حتى يذبل معكم تماما، لانه تقليه تاع البصل هي اللي حتبنن لكم الحشو اكثر واكثر. انا اليوم كنت مزروبه سي بوغ سا اللي قليت كلش مع بعضها. وهنا زدت رشه خفيفه من الكزبر ولا راس الحانوت كما حبيتوا، المهم تكون رشه خفيفه به ما نطغاوش على التوابل في الوصفه تاعنا. هنا كما راكم تشوفوا راح نقليو جيدا المكونات تاعنا هكذا به تجينا الوصفه بنينه من بعد. بعد ما نقليو كامل هذه المكونات في الاخير عملت رشه خفيفه من الملح ورشه من الكمون وكميه البقدونس اللي بقات لي، لانه في البدايه كنت قطعت كميه حطيتها في الاول وكميه حطيتها في الاخير هكذا به الذوق تاع المعدنوس راح يجينا باين في الوصفه. هنا شوفوا هذه الكميه كنت قسمتها على زوج. الكميه القليله هي اللي راح نعمر بها هذوك لي كورني اللي شفتوهم في بدايه الفيديو، والكميه هذيك اللي خليتها هي اللي راح نحضر بها طاجين الجبن تاعي. راح نخليهم يتقلاو، من بعد راح ننزع الكميه تاع طاجين الجبن ونشوفوا الاضافات اللي راح نضيفوها للحشو اللي راح نحشيو به لي كورني تاعنا. سي بوغ سا اللي قلت لكم اعملوا نصف صدر من الدجاج او اكثر اذا عاد العائله تاعكم كبيره باش تتحصلوا على كميه كبيره. هنا كما راكم تشاهدوا راح نزيد كميه من الجبن الطري، تكون نوعيه جيده وتكون بنينه هكذا به الحشو تاعنا راح يجينا مشمخ ويجينا مشخشخ ومفرمج الله ونقدروا نحشيو لي كورني تاعنا. وطبعا هنايا مازالت النار شاعله على المقلاة تاعي هكذا باش كامل هذاك الفرماج راح يذوب وكامل المكونات راح تنسجم مع بعضها. ثم هنايا استعملوا اي نوعيه متوفره عندكم من الفرماج الطري هكذا باش تجيكم الوصفه بنينه وتجيكم الحشو مشمخ ونقدروا نتحكموا فيه من بعد. وهنا كإضافة باش نزيد نشمخ الحشو تاعي مليح كنت ضفت تقريبا من ملعقة حتى ملعقتين من الكريمة السائلة، ونقعد مع التقليب المستمر حتى يذوب هذاك الفرماج وتنسجم المكونات ونتحصلوا على هذا القوام. نحطه على جنب هكذا باش نتهنى من هذا الحشو. نروح نحضر طاجين الجبن تاعي ومن بعد غير نعمر لي كورني. هذا مكان كما شفتوني هذا هو الحشو اللي كنت انزعته معكم. واش راح نضيف له؟ نضيف له حبة بيض كاملة اللي خفقتها، تقدروا حتى تحتاجوا من حبة بيض حتى الحبة ونص على حساب الكميه تاع الحشو تاعكم، تقعدوا تضيفوا في البيض بالتدريج حتى تتحصلوا على خليط يكون جاري. وهنايا باش نتحصلوا على طاجين الجبن يكون طري ويكون يذوب في الفم زيدوا اعملوا له قيس ملعقتين حتى 3 من الكريمه السائله. هنا حطيت له كميه قليله من الجبن المبشور وحطيت له كميه من الجبن الطري كما راكم تشاهدوا، ولا سميوه طاجين الجبن ولا طاجين الفرماج لانه يجي معزز بالفرماج. هنا هكذا حبيت نزيد نعزز الذوق تاعو ويجيني بزاف هايل. وكما نعرفوا الفرماج راهو يزيد النص في الاطباق تاعنا. راح نخلطوا المكونات جيدا حتى نتحصلوا على خليط يكون شبه جاري بهذا الشكل. هنا اليوم حبيت نقدم الاطباق تاعي في هذا اللي سارسو. صدقوني يا البنات راح يجي الطبق تاعكم ولا الصحن كي تقدموه راح يجي من اروع ما يكون، يعني راح تاكل العين قبل الفم. هنا قصت لكم المول تاعي شحال فيه 10 سنتيم يعني القطر تاعو، والعلو 4 سنتيم. تحصلت على زوج حبات ولا زوج من القلوب تاع طاجين الجبن. اذا ما حبيتوش تعملوا هذيك الكميه اللي خليناها تعملوها ولا تحشيو بها لي كورني راح يعملوا لكم 3 وحدات بهذا الشكل. وهنايا القلب ربي يبارك يعني راهو كبير شويه، اذا عاد العائله تاعكم كبيره يعني تقدروا حتى القلب تقسموه على زوج وراح يجيكم طبق زاكي من اروع ما يكون. بحتى ولا قسمتوه ثاني الشكل راح يجيكم بسم الله ما شاء الله. هنا جبت كما راكم تشوفوا الورق الشفاف ولا البلاستيك الغذائي، كنت غلفت به، عملت زوج طبقات هكذا باش نتفادى انه راح يخرج لي الحشو. ولما تعملوا زوج طبقات يا البنات مش راح يخرج معكم نهائيا، وبالعكس من بعد راح تنزعوه بكل سهوله.
وهنايا لما تغلفوا لي سيرسو تاعكم، يعني حين تحطوهم في بلاطو باش تبداو تعمروا لي سيرسو بالحشو تاعكم هكذا، باش من بعد ماشي ضارين توليو ترفدوهم وتحطوهم وراح تفسدوا لهم الشكل تاعهم. هنايا راني حطيت الكميه تاع الحشو تاعي، دخلتهم على فرن ساخن مسبقا على 180 درجه من الاسفل فقط. كي تشوفوه باللي طاب معاكم وتنزع، راح نشعلوا ليه، طفيوه من تحت، تشعلوا ليه من الفوق حتى ياخذ لون محمر قليلا فقط، وراح تجبدوه وراح تحضروا الكريمه اللي حنحطوها كطبقه ثانيه. هنا جبت كميه من الجبن الطري، تقريبا 2 ملاعق يكونوا حجم كبير، راح نضيف لهم القليل من الكريمه السائله، 2 مغارف حتى 3 مغارف من الكريمه السائله. وهنايا خفقت حبه تاع بيض وحطيت غير نصف الكميه، لانه الكميه اللي عندي راهي قليله، ما تحتاجش انه نحط بحبه بيض كامله. مانيش حابه الخليط تاعي يجيني جاري بزاف، حبيته يكون نص نص، يعني ما هو عاقد بزاف ما هو جاري بزاف هكذا، باش تجيني طبقه باينه وتجيني حاكمه روحها من بعدها. هنا ما تنساوش في الاخير رشه تاع فلفل اسود، واستغناو على الملح لانه كما نعرفوا الفرماج راهو مالح. وهنا كنت كاضافه ضفت القليل من الجبن المبشور، تكون نوعيه جيده باه تزيد تعزز لنا الذوق تاع الفرماج. هذا مكان. هنا الطبقه الاولى راهي طابت كما راكم تشوفوا، كنت طفيت عليها من تحت وشعلت عليها من الفوق. وهنايا بعد ما نجبدوها مباشره راح نحطوا الطبقه الثانيه من كريمه الجبن اللي حضرناها كيف كيف، ونسويو لها السطح تاعها. راح نعاودو ندخلوها للفرن اللي شاعل غير من فوق، راح نهبطوا البلاط تاعنا حتى لتحت هكذا باش تنشف معنا الطبقه الثانيه، وميمتو راح تاخذ لنا تحميره تكون خفيفه وما تتحرقش معنا. يعني مش راح تحطوها في الرف الوسط، تحطوها في الرف الاول، والنار تكون شاعله من الفوق، تكون شاعله وسط، ما تكونش قويه بزاف هكذا باه تنشف معكم الطبقه وراح تتحمر معكم باللون اللي شفتوه في بدايه الفيديو. هنا خلصنا الوصفه الاولى، نخليوها طيب. راح نمروا مباشره كورني اللي شفتوهم في بداية الفيديو. راح نجيب الورقة تاع الذيول، راح نطبقها على 2 ومن بعد على 4، وراح نقسمهم إلى شرائح بهذا الشكل. وهذا الوصفة تقدروا تقدموها كمقبلات ولا كمملحات في بلاصة البوراك، راح تحمر لكم وجوهكم، والشكل تاعها راح تجي بزاف بزاف هايلة. وهذا النوع يتكل بارد، سما الحشو تاعنا راح نخليوه يبرد وباش نحشيو به البوراك، باش يبقى لنا هذاك الكورني مقرمش لأطول مدة. يعني عكس الحشو اللي نحضروه ونقليوه من بعد كي يبرد البوراك تاعنا راح يولي يطرى، هذا راح يقعد لكم مقرمش كيما راكم تشوفوا. انا هنا باش نتحصل على طبقه تكون مليحه، في عوض ما نعمل غير طبقه فريده من الذيول راح نعمل 2 طبقات هكذا باه يجي الكورني حاكم روحو وراح يجينا مسحوف. ومن بعد لما نجيو ننزعوه، ننزعوا الكورني من المول تاعنا، مش راح يتكسر، راح يقعد حاكم الشكل ولا محافظ على الشكل تاعو. هنا شوفوا الطريقه هذه تقدروا تقيسوا الوحده تاع البوراك ولا القطعه تاع البوراك في الكورني، راح تقصوها قد الكورني قد، ومن بعد راح تقصوا كامل القطع على حساب القطعه الاولى اللي قصيتوها هكذا باه تجيكم سهله. ولا تحبوا تشكلوا اللي كورني تاعكم يعني 2 طبقات ومن بعد راح تنزعوا. طبعا هذوك لي شويت يا البنات تقدروا ما ترميهمش، واش راح تعملوا؟ راح نديروا لهم شويه تاع الزيت ولا بلا ما تعملوا لهم الزيت، تدخلوهم في المقلاة الهوائيه ولا داخل الفرن، لما يحمروا راح تفتوهم وتزينوا بهم من بعد في بلاصه الجبن المبشور كيما شفتوني في الفيديو. هنا هذا هو الشكل. هنا عملت هذا الكولا الغذائيه عباره عن ملعقه صغيره من الفارينه، راح نقعد نخففها بالماء حتى نتحصل على خليط يكون جاري نوعا ما، وراح نلصق به البوراك تاعنا في الاخير هكذا باش نضمنوا انه راح يقعد محافظ على الشكل تاعو، مش راح يتفتح من بعده. وهذا لي شوت تاع البوراك صدقوني لما تحمروهم في الفرن وراح تكسروهم بيديكم ثاني راح يعطيكم واحد المنظر من اروع ما يكون. اذا عجبكم هذا النوع من المقبلات وهذا الشكل تاع البوراك اكتبوا لي في التعليقات، وبربي ان شاء الله راح نشاركه معكم كوصفه اخرى وحشو اخر يكون بارد ويكون سهل ويجي بزاف بزاف بنين. هنا وجدت لي كورني تاعي، وطبعا الحشو راهو عمر لي خمس كورنيات، سما راهي كميه قليله والكورنيات راهم تعمروا مليح مليح. هنا راح نعطيكم واحد لاستيس باش تزكيو الحشو تاعكم وتتحصلوا على كميه مضاعفه، يعني في عوض ما تتحصلوا على 5 راح تتحصلوا على 10. انكم تغليو حبه تاع البطاطا وراح تمعسوها مليح مليح وتخلطوها مع الحشو تاعكم في المقلاة هكذا باش هذيك البطاطا كامل زيد تشرب بالمكونات وهذاك النكهه تاع الدجاج اللي حضرناها. تخليوه يبرد ومن بعد راح تعمروا به عادي،
راح ثاني يجيكم حشو زاكي ويجيكم من أروع ما يكون. حطيت مقلاة فيها كمية قليلة فقط من الزيت. لما يسخن هذاك الزيت راح نحطوا لي كورني تاعنا ونبداو نقلبوا فيهم تدريجيا باش ياخذوا لنا هذا اللون الذهبي الجميل. وكما راكم تشاهدوا يعني خليتهم بردوا غير شويه، اكيد راني حطيتهم فوق بابي باش يقطروا من هذاك الزيت. ولما نجيو ننزعوهم ثاني حين نمسحوهم من هذاك الزيت اللي قليناه، وشوفوا كيفاش يتنزعوا بكل سهوله. شوفوا لي المنظر تاعهم من اروع ما يكون. هنا تقدروا حتى تحشيوهم بحشو ثاني يكون بارد مثل موس الطونة ولا موس الدجاج، ثاني لكم الرغبة. كل واحدة راح تبدع في الحشو تاعها اللي ما تحضروا في المملحات. هنايا باش نسهل عليا المهمة نزعت كامل الحبات تاعي. هذاك الحشو حطيته في كيس حلواني ولا في بوش جوطابل ورايحين نقطعوها ونبداو نحشيو بهذه الطريقة. سماحين نعمروهم يا ربي في 2 دقائق تكون الوصفة تاعنا واجدة. شتو يا البنات، يعني بحشو فريد كنا حضرنا 2 أفكار و2 أطباق راحين يحمروا لنا الوجه وراحين يزينوا لنا الطابله تاعنا في الشهر الفضيل وغير الشهر الفضيل. يعني الأطباق راح نعملوهم عام 12 ماشي غير في رمضان. سجلوا عندكم هاد الوصفات راح تحتاجوهم بزاف في عرضاتكم. حبيت نسهلها عليكم وكل مره نشارككم فكره، وان شاء الله القناه تاعي راهي في حسن ظنكم. كما شفتوني جبت القليل من الفرماج الطري ودهنت الوجه تاع الكورني من فوق هكذا باش كي نحط له هذاك الجبن المبشور راح يلصق بكل سهوله. هنا الكورني تاعنا واجدين ونمر مباشره للطاجين الجبن بعد ما طاب لي الطبقه الفوقانيه. وشوفوا لي الشكل تاعو جا من اروع ما يكون. شوفوا هنايا باش تنزعوه راح تعقبوا الحافه ساير داير بالسكين، ومن بعد راح تنزعوا هذاك البلاستيك الغذائي وراح يتنزع معكم بكل سهوله. شفتوا لي كيفاش حمار لي الدجاج من تحت وجا الدجاج اون موس يا البنات، جا خفيف جاي يذوب في الفم. طبقه تاع الفرماج جات باينه. هذيك لاصوص اللي كنت حضرتها معكم كنت صفيتها من كامل هذيك الشوائب وزدت عاود حطيتها تغلي حتى انعقدت معايا. وفي الاخير هذاك الشامبينيون كنت قطعته وزدت زينت به الطبق تاعي بهذا الشكل. وهنايا الاطباق تاعنا راهي واجده امامكم في صحن التقديم. وهذا هو المنيو تاعي تاع نهار اليوم، كان عباره عن طاجين الجبن شربة فريك حاره وخاطره الله. والمقبله اللي كنا حضرناها كيف هي لي كورني محشيين بنفس الحشو تاع طاجين الجبن. وش رايكم غالياتي في الوصفات اللي كنت قدمتها معكم تاع نهار اليوم؟ اذا عجبكم الفيديو ما عليكم غير تخليو لي جيم هكذا باش يطلع الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين، وبارطاجيو الوصفه مع الحباب والاصحاب باش تعم الفائده. ونقول لكم احبكم في الله. نتمنى الوصفات راح يعجبوكم ونال رضاكم. شهيتكم في الجنه. ولنا ملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده. نخليكم على القرمشه ونقول لكم سلام. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ضلت نفوسنا فردها إليك ردا جميلا بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.